اكتر حلال في الدنيا؟ الاكل. انا عايزه النهارده اقولك ان الميزوثيرابي من الحقن اللي اثبتت نجاح باهر جدا في عمليات التخسيس الموضعي. احنا بنعمل ايه في دوت؟ علشان انا دلوقتي عندي كرش ورايحه للدكتور عايزه اخس الكرش ده، بس انا جسمي كله حلو مش عايزه اخسسه. فبنمسك احنا الدهون اللي في الكرش دي وبنحقن فيها الميزوثيرابي عن طريق حقن سنونها صغيره كده، بتحتوي على فيتامينز ومواد مذيبه للدهون ومعادن. الموضوع بيبقى بسيط وانتشر ومصرح بيه في مراكز العلاج التخسيس. تقدري ان انتي تعمليه بكل سهولة وبساطة. طيب هتعملي ايه لما تروحي؟ انتي مش هتعمليه وخلاص تروحي تاكلي اللي انتي عاوزاه، لا، انتي هتعمليه مع نظام غذائي بيستمر معاكي لمدة 3 اسابيع اقل حاجة. لازم بيبقى فيه صبر معاه، ما ينفعش لوحده، لازم تاخدي ميه، لازم تلعبي كمان رياضه. طيب في تحذير للناس الحوامل، ممنوع الحوامل او اللي عندهم امراض معينه ان هم يستخدموا الميزوثيرابي لوحدهم، لازم تستخدميه تحت اشراف طبيب. هو مش حل سحري لوحده. امال ايه الحل السحري؟ انتي ارادتك، قوتك، ان انتي تلتزمي بالنظام الغذائي مع الحقنه. هو كمان بيعالج مشاكل البشرة، بيعالج السيلوليت، بيخلي الشعر يبقى أفضل. هو تقدم احنا وصلنا له وجاب نتيجة مع حالات كتير، وادي احنا مكملين. وطبعا مش من اول جلسة، لا، ده امال امتى يا دكتور؟ طيب استني وانا هقولك من امتى. لازم تعملي ابسط حاجة، اقل حاجة من 4 ل10 جلسات. هو مش بديل للرجيم، لازم تعمليه مع دكتور متخصص. طيب لو عملتي الحقنه وحصل احمرار تحت الجلد، طيب ده وارد جدا ان هو يحصل معاكي، يحصل احمرار تحت الجلد بعد الجلسه، وده بتبقى حاجه خفيفه كده مفيش منها اي مشكله ابدا. اللي عايزه تخسس منطقه الارداف تعمل ايه؟ تجيلي عشان افهمها ان الميزوثيرابي فعلا يقدر يخسس منطقه الارداف مع النظام الغذائي بتاعك، بس هو مش الحل السحري. لازم كمان تلتزمي في نظامك الغذائي كويس قوي قوي قوي. انتظروني انا في الحلقه الجايه، هكلمكم كمان عن المونجارو والفرق بينه وبين الميزوثيرابي، وازاي تقدري تختاري النظام اللي يناسب حالتك اكتر بالتفصيل. هفهمكم دوت.